فيلمنا بيبدأ سنة 2154 والأرض متدمرة تماما، والحياة فيها بقت صعبة جدا بسبب إن الناس جالها الطاعون في القرن ال21، والناس الغنية هربت من الكوكب وراحوا عاشوا في الفضاء في مكان اسمه إليزيوم. بنشوف ماكس وهو صغير وبيبص على الفضاء وبيتمنى إنه يعيش في المكان ده. بيبدأ يكبر مع فري يوم بعد يوم، وبيكون عنده أمل إنه يطلع الفضاء لأن المكان هناك صحي أكتر من الأرض. بنشوف ماكس بعد ما كبر وبيجهز نفسه علشان يروح شغله، وبيخرج بيقابل الشرطة اللي بيكونوا آليين، بيطلبوا منه يفتشوا الشنطة فبيضربوه مش بيلاقوا فيها حاجة. بنشوف فري وهي في المستشفى لأنها شغالة هناك ممرضة، فبتشوف ماكس هناك وبتستغرب بيعمل ايه هنا، فبيشوفها وبيندهش وبيقول لها انت رجعت امتى؟ بتحاول تعالجه بسبب كسر في ايده بسبب الآليين. ماكس بيقول لها انه شغال في مكان اسمه ارميديان وده خط انتاج الآليين. بتسيبه وتمشي علشان تشوف حالة تانية لان المستشفى فيها ناس كتير كلها تعبانة بسبب ان المرض منتشر لان الارض كلها ملوثة. بيروح وراها وبيطلب منها تتعشى معاه، هي بترفض وبتضحك، فبيحاول يقنعها وبيقول لها ان هي وحشاه، فبتقول له انها هتخلص شغل الساعة 8. هو بيفرح جدا وبيقول لها اتفقنا. ماكس بيروح لضابط التحقيقات وبيكون هو كمان آلي، بيحاول يقنعه انه ما عملش حاجة وانه كان بيهزر. الآلي مش بيهتم بكلامه وبيقول له اسلوبك رجع تاني لايام سرقة العربيات. بيخلص التحقيق فبيروح شغله. المدير بتاعه بيقول له انت اتأخرت عن الشغل، بيرد عليه بيقول له كان معايا مشكلة. بنشوف مدير المصنع جون وهو بيكلم المسؤولين في الفضاء. بنشوف رجالة سبايدر وهم بيركبوا الناس سفينة فضائية علشان يطلعوا الفضاء، وبيعملوا علامات للناس في ايديهم، وده اللي بيميز سكان الفضاء عن سكان الارض. طبعا طريقة نقل الناس في السفينة دي غير قانونية. سبايدر بيقول لرجالته انهم يشغلوا المركبة فبيطلع 3 سفن للفضاء. بنشوف ديلاكورت ودي وزارة الدفاع والمسؤولة عن إليزيوم وهي بتتكلم مع السكان وبيكون حياتهم احسن من سكان الارض وعايشين حياة مرفهة. بيجي لها اخبارية ان في سفن مش معاها تصريح بتقرب من الحدود. بتروحوا غرفة العمليات وبعد كده بيكلموا السفن ويحذروهم ان هم مش معاهم تصريح وغير مصرح ليهم دخول المجال الجوي لإليزيوم. الركاب بيخافوا من الكلام بس السفن بتكمل عادي. وزارة الدفاع بتقول لمساعديها انهم يكلموا كروجر وبيكون عايش على الارض وبينفذ الاوامر اللي بتنطلب منه. بيكلموه وبيبعتوا له المطلوب. بيروح على عربية شكلها قديم بس من جواها فيها خزنة وجواها الاسلحة. وزارة الدفاع بتراقب من فوق ومستنيه يضرب الطيارات. بيجهز نفسه وبيضرب الصواريخ، طيارتين بيقعوا والصاروخ الثالث مش بيصيب الهدف. سبايدر قاعد تحت بيراقب اللي بيحصل، والطياره الثالثه بتدخل إليزيوم. بينزل منها الناس بسرعه ووزاره الدفاع بتؤمر انهم يقبضوا على اي حد ينزل من الطياره دي. السكان بيشوفوهم بيجروا منهم وبتوصل طياره الامن. في واحده بنتها تعبانه فبتجري على بيت كده وبتحطها في جهاز بيقدر يعالج كل الامراض. الجهاز بيبدا يشتغل ويعالج الامراض اللي عندها والبنت بتفوق بس بتوصل الشرطه وبيقبضوا عليها. ديلاكورت بتؤمر الشرطه انهم يرجعوا الناس دي تاني. بعد ما قبضوا عليهم كلهم بيركبوا طياره تاني وبترجعهم الارض بعد ما كانوا فرحانين انهم وصلوا الفضاء. بنرجع لماكس وهو راجع من شغله، بيقابل واحد بيقول له ايه اللي حصل لك؟ انت كويس؟ ماكس بيقول له الشرطه هي اللي عملت كده، فبيطلب منه يرجعوا يسرقوا تاني عربيات لانه كان افضل واحد فيهم. ماكس بيرد عليه بيقول له مش عايز ارجع السجن تاني، فبيدخل بيته وبينام وبيصحى تاني يوم يروح شغله. بيدخل الآليين في مكان كده علشان يتعرضوا لنوع من الاشعاعات ودي بتكون شغلته. الباب بيتعطل فبيحاول يصلحه. بيجي المشرف بيقول له لازم تدخل جوه تصلح المشكله او هنشوف حد غيرك. طبعا هو خايف يدخل جوه لانه مكان خطر بس بيبقى مضطر، فبيدخل جوه الباب بيقفل عليه والجهاز بيشتغل. العمال كلهم بيجروا عليه عشان يلحقوه بس بيكون فات الاوان. بيجي فريق الطوارئ وبيخرجوه. بيفوق ماكس بعد كده وبيقول للروبوت ايه اللي حصل، فبيقول له ان هو اتعرض لاشعاع مميت وهيموت خلال 5 ايام. جون بينزل من مكتبه وبيكون معاه حراس من الآليين وبيكلم المشرف وبيقول له وقفتوا شغل ليه؟ طبعا ماكس شايف اللي بيحصل بره الاوضه وشايف جون وهو بيتكلم مع المشرف. بنرجع للفضاء وبنشوف ديلاكورت وهي في اجتماع مع رئيسها وبيقول لها ان في طيارتين انفجروا واتقتل 46 مدني وانت عارفه ان لازم تتعاملي مع المهاجرين بطريقه هاديه. ترد عليه بتقول انا عارفه كده. بيقول لها وكمان استخدمت شخص اسمه كروجر وهو عليه 15 قضيه في جرائم مختلفه، خطف وتعذيب وحقوق انسان، وبيحذرها انها لو عملت كده تاني هتنعزل من منصبها. وبيفعل بروتوكول بينهي فيه خدمه كروجر. بنرجع للارض وبنشوف كروجر وهو متعصب بعد ما جات له رساله بتقول انه اتفصل من شغله وانه لازم يرجع الاسلحه اللي معاه. ماكس بيرجع بيته وهو تعبان وبيقع على الارض. صاحبه بيلحقه وبيدخله البيت. ماكس بيقول لصاحبه انا غلطت لما دخلت هناك. بيقول له هناك فين؟ بيرد عليه بيقول له انا اتعرضت للاشعاع وهموت بعد 5 ايام. ماكس بيقول له هم يقدروا يعالجوني من كل ده في إليزيوم. صاحبه بيقول له انا عارف. ماكس بيطلب منه انه يشوف سبايدر بس صاحبه بيقول له علشان تشوف سبايدر لازم يبقى معاك فلوس، وبياخده بيروح بيه لسبايدر. ماكس بيقول له انا عايز اطلع إليزيوم. سبايدر بيضحك وبيسخر منه وبيقول له مش عايز تقعد جنب الشباك؟ ماكس بيقول له انا مش بهزر انا بتكلم جد. فبيقول له انا هرجع اشتغل عندك تاني وهعمل اللي انت عايزه، وبيقول له ان هو هيموت. سبايدر بيقول له مش انت قلت هتعمل اي حاجه؟ انا عايز حد يعمل لي مهمه ومفيش حد عنده شجاعه. ماكس بيوافق وبيروح معاه وبيوري له قطعه صغيره كده وبيقول له دي الطريقه الوحيده اللي هتخليك تطلع فوق. ماكس بيقول له ايه المهمه؟ سبايدر بيقول له تجيب لي شخص من إليزيوم هتخطفه وهتطلع معلومات مهمه من دماغه زي ارقام البنوك او كلمات سر او بيانات تسجيل دخول. سبايدر بيقول له انت ضعيف ومحتاج حاجه تساعدك.
فبيجيب جهاز كده وبيقول له هنوصل الجهاز ده بجهازك العصبي علشان تبقى قوي زي الروبوتات. جون بيطلع اليزيوم وبيقابل ديلاكورت، بتقول له طبعا انت جاي علشان اجدد عقد الشركه. بيقول لها ذكيه جدا، بتقول له تعالى معايا، وبيدخلوا اوضه متامنه وبتقول له انت اللي عملت بروتوكول تورس وتقدر تعين رئيس جديد. بيقول لها عايزه تعمل انقلاب، فبيتفقوا وبتقول له لو عملت كده هضمن لك عقد ال 200 سنه جايين وهيكون لك كل صلاحيات مع الرئيس الجديد. بتسيبه وبتمشي وبتقول له روح على شغلك. بنرجع لسبايدر وهو بيجهز ماكس للعمليه. طبعا ماكس خايف بس صاحبه بيطمنه وبيقول له انا جنبك. رجاله سبايدر بيبداوا العمليه لماكس. بيفوق ماكس وبيكون نص انسان ونص روبوت. بيقول لسبايدر انت عملت فيها ايه؟ بيقول له خليتك قوي. بيخرج ماكس وبيروح يجهز نفسه علشان يخطف جون. بيبدا يشوف الاسلحه وبيركب العربيه. في نفس الوقت بيكون جون بيغير في برمجه النظام وبينقل كل البيانات على دماغه. تدخل عليه السكرتيره وبتقول له ان طيارتك جاهزه. ماكس ورجاله سبايدر بيروحوا عند المصنع وبيستنوا طياره جون علشان يوقعوها وياخدوا البيانات. جون بيخرج مع آليين وبيروح يركب طيارته. ماكس بيشوف الطياره فبيضرب عليها فبينفجر الموتور. ديلاكورت بيوصل لها معلومات ان حد من سكان إليزيوم بيتعرض للخطر. بتسيب اللي بتعمله وتجري تشوف ايه اللي بيحصل. بتعرف ان جون بترجع تكلم كروجر تاني وبيقول لها صوتك كان وحشني. بتقول له في مواطن معاه بيانات مهمه. بيقول لها بيانات ايه؟ بتقول له دي بيانات سريه. بيقول لها ازاي تتصل بعامل يتوقف عن الخدمه علشان يرجع بيانات سريه. طبعا هو بيستغل الموضوع وبيقول لها انا اقدر اطلب اللي انا عايزه دلوقتي. بيقول لها عندي شرط واحد ان ارجع الشغل تاني. فبتوافق وبتقول له انها كلفت عملاء تانيين عشان يساعدوه. طياره جون بتقع وبيوصل ماكس لمكانها. جون بيأمر الروبوتات وبيقول لهم ان في حد مسلح وبيطلب منهم يخلصوا عليهم. بيحصل بينهم ضرب نار وديلاكورت بتراقب كل اللي بيحصل من فوق. ماكس بيخلص على الروبوت وبيجري على الطياره عشان ياخد المعلومات من جون. فبيطلع روبوت تاني وفي طلقه بتدخل في جون. بيحصل معركه بين ماكس والروبوت. طبعا ماكس بيخلص منه وبيخلع راسه. بينقلوا البيانات على دماغ ماكس. بيوصل كروجر لمكانهم وبيبدا يستخدم الاسلحه اللي معاه. بيركب ماكس وصاحبه العربيه وبيحاول يهرب من الطياره بس كروجر بيستخدم قنابل وبتنقلب العربيه. بينزل كروجر من الطياره وبيروح لماكس وبيبداوا يضربوا في بعض وبيضربوا بالسكينه ولسه هيقتله بس صاحبه بيلحقه. كروجر بيقتله وبيقوم ماكس وبيضرب عليه نار لحد ما بيقع. ماكس بيهرب. ديلاكورت بتبلغ كروجر بتقول له المعلومات معاه انا عايزاه حي. طبعا ماكس بيحاول يهرب وهو بينزف. كروجر بيروح وراه بالطياره وبيحاول يعرف مكانه. الست بتساعده وبتخبيه. كروجر بيعرف المعلومات اللي ديلاكورت بتدور عليها وبيعرف انها مهمه جدا وبيبعت طيارات درون علشان يدوروا على ماكس. ديلاكورت بتعمل حظر جوي شامل على المدينه. سبايدر قاعد بيتابع اللي بيحصل وفجاه بتنقطع الاشاره وبيعرف ان السبب هو ماكس. ماكس بيروح المستشفى لفري بس مش بيلحق يوصل وبيقع على الارض. هي بتخرج بالصدفه فبتشوفه وبتجري عليه وبتقول له ايه اللي حصل لك. طبعا هو بيرفض انه يدخل المستشفى لانهم بيدوروا عليه فبتاخده لبيتها وتعالجه هناك. فبتشوف كلمه مكتوبه عليه فبتزعل. بيصحى ماكس تاني يوم وبتجري عليه فري وبتقول له مين اللي عمل فيك كده. بيقول لها في الشغل وكان لازم اعمل حاجه سبايدر علشان اطلع إليزيوم واتعالج هناك بس الموضوع كبر وانا دلوقتي متورط في كل اللي حصل. ماكس بيشوف بنت فري فبيقول لها انا همشي ما كانش ينفع اجي هنا. فبتطلب منه ان هو يساعدها لان بنتها تعبانه ولازم تطلع إليزيوم. بيقول لها انا مش عارف اساعد نفسي. بيقول لها في ناس بتدور عليا والموضوع كبير. بيخرج ماكس بس في طياره درون بتشوفه فبيحاول يهرب منها. كروجر بتوصل له المعلومات وبيعرف مكان ماكس فبيروح على المكان بسرعه. فري قاعده زعلانه على بنتها فبيدخل كروجر ورجالته عليها. بيقول لها احنا هنا بندور على واحد كان هنا من شويه. فري بتقول له انا ما اعرفش هو فين. كروجر بيقول لها انا ما بحبش ابقى عنيف قدام الاطفال فبيطلب من البنت انها تغمض عينها وبيضرب فري وبيقول لها افتكرت دلوقتي. فبتقول له انا ما اعرفش هو فين ده مجرد شخص كان جريح وانا عالجته. كروجر بيتعصب فبياخده معاه الطياره. ماكس بيروح لسبايدر وبيقول له انت اخدت المعلومات علشان كده قفلوا المجال الجوي. بيقول له ماكس ما خدتش حاجه انت ورطتني في الموضوع على الفاضي. سبايدر بيقول له مفيش حد هيطلع فوق لان نظام الطيران اتعطل. ماكس بيقول له لحد امتى؟ يرد عليه بيقول له ما اعرفش. سبايدر بيقول له خلينا نشوف المعلومات اللي معاك. ماكس بيمنعه فبيقول له المجال الجوي اتقفل بسبب المعلومات اللي معاك ممكن يكون ده مفتاح ان احنا نطلع فوق. ماكس بيقتنع بكلامه وبيبداوا ينقلوا المعلومات. سبايدر بيشوف المعلومات وبيقول له دول هيفضلوا يدوروا عليك لاخر العالم. ماكس بيقول له ايه المعلومات دي؟ بيقول له برنامج اعاده تشغيل إليزيوم وبيقول له اي حد معاه المعلومات دي هيقدر يخترق النظام كله ويخلي كل الناس مواطنين في إليزيوم وده ممكن ينقذ حياتك. ماكس بيخرج فسبايدر بيحط جهاز تعقب عليه علشان يعرف مكانه. ماكس بيتكلم كروجر من خلال طياره الدرون اللي وقعها وبيقول له لو عايز المعلومات اللي في دماغي تعالى. كروجر بيروح له بسرعه وبيكون ماكس عامل حسابه وماسك قنبله وبيقول له هتعمل اللي انا عايزه والا هفجر دماغي وبيقول له خدني فوق علشان اتعالج. كروجر بيضحك عليه وبيقول له هناخدك فوق الجو فوق جميل وبيقول له اركب الطياره. طبعا هو ما يعرفش انه خطف فري. ماكس بيدخل الطياره بيشوف فري فبينصدم لان خطوته كده باظت. كروجر بياخدهم ويطلع إليزيوم وبيتخانق معاه هو ورجالته. القنبله بتقع من ايد ماكس وبتنفجر فبتقع الطياره وبتدمر المبنى. فري بتاخد بنتها وبتجري على البيت علشان تعالجها وبتحطها في الجهاز. ماكس بيتخانق هو ورجاله كروجر فبيجري واحد منهم ورا فري وبيكهربها وبيغمى عليها. ماكس بيفوق وهو متكتف وديلاكورت واقفه جنبه وبتقول البيانات سليمه. بيرد عليها واحد
واحد بيقول لها سليمه، بس لو خرجناها منه هيموت. بتقول له مفيش مشكله، وبتقول لهم ياخدوا فري من هنا. طياره سبايدر بتوصل وبينزل منها هو ورجالته المسلحين، وبيعرف مكان ماكس من خلال جهاز التعقب. رجاله كروجر بياخدوه المكان علشان يتعالج بعد ما القنبله انفجرت في وشه. بيحاولوا يعالجوه فبيرجع تاني لشكله الطبيعي، وبيفوق وبيسال عن مكان ماكس. ماكس بيحاول يقطع الحبل فبيضرب الدكاتره، وبيقول لواحد فيهم فين فري وبنتها. بيقول له في مستودع الاسلحه. ديلاكورت بتروح لكروجر بعد ما فاق، وبتقول له يا غبي انت عارف ايه اللي انت عملته؟ انت دمرت طياره مش مرخصه في منطقه سكنيه. بيتعصب فبيكسر الازاز، وبتقول له انت اتجننت خلاص ومفيش منك فايده. بياخد ازازه مكسوره وبيضربها في رقبتها، وبيقول لها في رئيس جديد لإليزيوم. بياخدها يرميها في الاوضه اللي محبوس فيها فري، وبيقول لها كنت هعالج بنتك بس انا هتاكد بنفسي انها ما تتعالجش. واحد من رجاله كروجر بيروح يرمي قنبله في غرفه التحكم. سبايدر بيسمع صوت الانفجار، بيبدا يحصل حاله طوارئ في المكان، والناس بتجري بعد الانفجار اللي حصل. فري بتحاول تعالج ديلاكورت بس بترفض فبتموت. ماكس بيحاول يوصل لفري فبيشوفها على الشاشه، فبيكلم سبايدر وبيقول له المعلومات اللي عندي تقدر تخلي اي حد يبقى مواطن هنا. فسبايدر بيقول له في الوقت ده رجاله كروجر بيجهزوه وبيلبسوه بدله آلية، فبيقول لهم يقتلوا فري وبنتها. فبيدخل عليهم وبيحاول يتحرش بفري. بيوصل ماكس وبيضربه وبيقع على الارض، وبيفضل يضرب فيه بكل قوته. طبعا البدله اللي ماكس لابسها مخليها قوي جدا. بيخلص عليهم هما الاثنين، وبيخرج فري وبيقول لها اطلع على السطح ودور على بيت فيه جهاز العلاج. بتقول له انا جربت مره وما نفعش علشان مش معايا اثبات شخصيه. بيقول لها هينجح المره دي، انا عارف هنعمل ايه. سبايدر بيطلع له، فماكس بيقول له في واحده وبنتها طلعت السطح ورايحه لجهاز العلاج، ابعت حد من رجالتك وراها علشان اتاكد انها وصلت وهيبقى في بينا اتفاق. روجر بيشوفهم فبيرمي قنبله عليهم فبتنفجر في واحد من رجال سبايدر. ماكس بيمسك السلاح وبيضرب عليه لحد ما السلاح بيخلص. بيحاول يهرب هو وسبايدر بس مش بيعرفوا. بيحصل خناقه كبيره بين ماكس وكروجر، طبعا كل واحد فيهم لابس بدله آلية مخليه قوي. ماكس بيقوم ناطط من فوق وماسك الجزء اللي مربوط في دماغه وبيخليه يتحكم في البدله. طبعا بقى ضعيف ومش عارف يعمل حاجه. كروجر بيشغل قنبله وبيربط ماكس معاه وبيقول له هنموت مع بعض، بس بيقطع الحبل وبيرميه من فوق. في نفس الوقت فري بتوصل البيت وبتحط بنتها على الجهاز. سبايدر بيبدا يربط دماغ ماكس بالكمبيوتر عشان يوصل للبيانات اللي معاه. بيجي له رساله انه لو نقل الملفات ماكس هيموت. ماكس بيقول له انا عارف، فبيكلم فري وبيقول لها فاكره واحنا صغيرين لما انا وعدتك ان هوصلك لإليزيوم؟ بيدخل الرئيس باتل وهو والحرس بتاعه وبيقبضوا على سبايدر. في الوقت ده النظام بيطفي ويشتغل تاني. فجهاز العلاج بيتعرف على بنت فري وبيبدا يعالجها وبتفوق. بعد كده بيوصل للآليين وبيقبضوا على حرس باتل علشان هم مسلحين. بيقول لهم اقبضوا عليه. الروبوت بيقول له ما ينفعش نقبض على حد من سكان إليزيوم. بيستغرب طبعا. سبايدر بيقول له تخيل إليزيوم بتاعت مين دلوقتي. بيبدا النظام يبعت طيارات للارض علشان تعالج الناس المريضه، وبيخلص فيلمنا. شكرا للمشاهدة. لو انت مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس، وانتظرنا في فيلم جديد. سلام.